المرور، كل دي اشياء وسلوكيات تربينا عليها خطأ. يعني الاخلاق يعني التربية الاولى في المنزل. صحيح. بصي حضرتك، مصر بتمر بعدة أزمات، زي ما مصر بتمر بأزمة بطالة، زي مصر ما بتمر بأزمة مرور، بتمر بعدة أزمات منها أزمة أخلاق. فمصر فعلا بتمر بأزمة أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نقف ونستأذن السادة المشاهدين اللي احنا لو معانا ورقة وقلم، انا بقول من اول حلقة اهو، يكون حاضرين معانا، علشان الكلام دوت احنا لما هنكتبه هنرجع له تاني وهنذاكره وهنطبقه في حياتنا. انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انما اهل اللغة العربية بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اولا لا ينطق عن الهوى، ومفيش كلمة النبي يقولها زيادة ملهاش لازمة. فطالما كلمة قالها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكلمة دي لها لازمة في حياة الإنسان. فإنما أهل اللغة العربية بيقولوا بتفيد التخصيص، اللي هو تفيد الحصر والتخصيص. فالنبي حصر رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما قالش لا أتي إليكم بجديد. الأخلاق قال كلمة أتمم يعني اوريدي الأخلاق دي كانت موجودة. ولما قال كلمة مكارم الأخلاق ما قالش لأتمم الأخلاق، بل قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. فرق ما بين الأخلاق ومكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة عند الجميع، ولكن في إنسان عنده خلق سيء، في إنسان عنده خلق حسن، في إنسان عنده خلق قبيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكارم الأخلاق يعني أعلى درجة في الأخلاق. فالناس محتاجة، وإحنا ناس منهم طبعا، إحنا محتاجين نصل لدرجة مكارم الأخلاق. فكل الإنسان ما سمى وارتقى في مكارم الأخلاق كل ما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء، وإن أفضل الناس عند الله، إن المؤمن أفضل المؤمنين عند الله يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فأفضل حاجة في حياة الإنسان هو درجة حسن الخلق. فهي دي الدرجة اللي احنا بنسعى فيها. لأن دلوقتي احنا بنعاني من أزمة أخلاق، مش عايز أقول كله، عايز أقول إلا ما رحم ربي. كله عمال بيخون في كله، وكله عمال يشوه في صورة كله، وبيفتري على كله. يعني للأسف بالبلدي كده احنا بندوس على بعض، وبنيجي على بعض وبنقسى على بعض. وده ليس من الدين في شيء، وليس من الأديان السماوية الثلاثة، سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو حتى صحف إبراهيم وموسى أو القرآن الكريم. كل الأديان بتحث على مكارم الأخلاق. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول أتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق فعلا كانت موجودة. فإحنا بنعاني فعلا من انعدام أو غياب الأخلاق. أنا أرى أن الأخلاق اختفت في ظل ظروف غامضة جاري البحث عنها حتى الآن. فاللي يلاقي الأخلاق دي بجد يتمسك فيها بإيده واسنانه، زي ما بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على أمتي القابض على ديني القابض على الجمر من نار. أهو الدين ده بقى هو ده الأخلاق. طب أنا عايزة أقول لك على حاجة يا كريم. يعني احنا شفنا يعني موقفين الحقيقة في منتهى السوء في الأيام الأخيرة. الموقف الأول الطفل العمراني، يعني الولد 9 سنين رايح يجيب علبة كشري، ما ذنبوش حاجة في الدنيا خالص، هو رايح يجيب علبة كشري، كل أمنيته في الدنيا إنه يجيب علبة الكشري ويروح. ودول اللي أنا بتكلم عنهم. أنا ماليش دعوة بفصائل الحقيقة، ولا يعني الفصائل اللي تنحرت وعزلت الحزب الوطني، ليس دفاعا عن الحزب الوطني طبعا نهائي، لأن الحزب الوطني هو من أوصلنا إلى الدكتور مرسي. هذه الناس ديت يعني أو اللي بيقولوا عنهم عن نفسهم انهم النخبة وانهم الساسة وانهم كل دول. كنتوا فين لما الولد ده اتقتل؟ وكنتوا فين وهو رايح يجيب علبة كشري هي دي كل امنيته، وابوه سجين حبيس، يعني يعني ملوش علاقة باي حاجة. والنهاردة في اتهام للام لانها قالت ان الاخوان شوهد وروقوا واتشافوا وحاجات كده، وهم قتلت هذا الطفل وانهم مش من الاخوان. قالوا لها انت عملتي كده عشان الشرطه تطلع لك جوزك، رغم ان هو قضى المده على ما اعتقد، وانها مش عارفه عملت حاجه اسمها تيسير حاجه كده. وبعدين على الجانب الاخر شفنا مشهد عبد الظاهر. انا زي ما قلت ونوهت في البدايه، واعتقد كريم انت ليك في الكوره. انا اهلاوي بس ما اتفرجتش على الماتش.
لما عمل علامة رابعة، أيا ما يكون هذا الذي صنعه، وأنا مش متخصصة في الرياضة، عمل كده والفيفا أو أي حد هيعاقبه، لكن ازدواجية المعايير في الحالتين. يعني ديت لما قالت دول مش اخوان، دول اخوان اللي قتلوا ابني اتهموها بحاجة تانية، وعبد الظاهر او وهو في الماتش قعدوا يقولوا ايه ده نجم النجوم وعطوا وهو اللي يعني احرز هذا الجول وكل هذه الاشياء. بعديها تاني يوم بعد ما رفع علامة رابعة انقلبت الدنيا عليه، وابتدى مستقبل الولد يضيع خالص. الاخلاقيات والناس اللي قاعده طول الوقت تتناحر على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل هذه وسائل الاتصال، رايك احنا بقى يعني الحالتين المجتمع انقسم عليهم، والحالتين بقت المسألة فيهم صعبة قوي، لكن انت رأيك الشخصي ايمانيا، لان انت قلت لي انك محاضر التنمية الايمانية، واذا احتكمنا الى الله لن نضيع، لكن اذا احتكمنا الى البشر سنضيع. انا بجد يعني الواحد انا مستاء من الموقف دوت، عشان نكون انا اولا في المكان ده بقول كلمة حق هقابل بيها ربنا. حضرتك قلتي طبعا. يعني اذا الانسان احتكم الى الله سبحانه وتعالى ما يضيعش، لا خالص. لو احتكمنا على الناس وبصينا قالوا رضا الناس غاية لا تدرك، فلو هفضل ادور على رضا الناس مش هوصل وهكون مذموم عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الناس اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ربنا، ومش كل الناس اجتمعت على ربنا طبعا. سبحانه وتعالى طبعا. فاللي انا عايز اقوله يعني اللاعب عبد الظاهر، هو حضرتك بتقولي انا والله فعلا والله انا ما شفتش الماتش، لكن حتى لو رفع اشاره رابعه حضرتك قلتي ان كانت النتيجه اللي انا اهدرت او دمرت مستقبل. يعني على الاقل بيقولوا ان العقوبه بقدر الفعل او بقدر الجريمه. يعني انا ما سرقتش اخد اعدام مثلا. وعلى افتراض ان عبد الظاهر لو كان لابس تيشيرت تحت تيشيرت النادي الاهلي، طبعا احنا كلمين ده في صلب الاخلاق، لو كان لابس تيشيرت تاني مرسوم عليه صوره الفريق السيسي مثلا وجي قلع التيشيرت، اقل حاجه يعني اللي انا اعرفه في الكوره اللي بيقلع تيشيرت النادي اي مكان هو نادي ايه بياخد انذار. فده كان اخره كان اخد انذار، وكان ممكن كمان ما ياخدش الانذار، يعني كان الحكم هو اللي كان ممكن ما يكملش الماتش لو كان عطوا له انذار. فعشان نكون منصفين انا بكلم حضرتك بالامانه، انا والله ماليش في السياسه والكوره بشجعها في اللعبه الكويسه. انا كمان يعني يعلم كل مشاهدينا الكرام ان انا ماليش علاقه بالاخوان تماما، لكن يا جماعه ازدواجيه المعايير قاتله. ليه ما بنتبادلش الادوار؟ تعالى اقعد مكانك وانت اقعد النهارده مكاني. هم طبعا الاخوان ما عملوش كده مع النظام السابق، بس ايا ما يكون يعني انت دايما عندنا قاعده بنقول حتى على الطرف الثاني اي ما كان هو الطرف، هم اهل العلم علمونا كده، ان عصوا الله فينا فلنطيع الله فيهم. فايا ما كان انت شايف ان الجيش غلطان، ان عصوا الله فيك فلتطيع الله فيهم. انت شايف ان الاخوان غلطانين وعملوا وسووا، ان عصوا الله فيك فلتطيع الله فيهم. اتق الله. وبعدين عندنا قاعده تقول العفو عند المقدره. شوفي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي قعدوا في يعني قعدوا محاصر في شعب ابي طالب حوالي 3 سنين. 3 سنين النبي ما بياكلش الا ورق الشجر. 3 سنين النبي ما كانش يعرف المده اللي هيقضيها اصلا. يعني 3 سنين دول كانوا ممكن يبقوا 13 سنه. النبي ما كانش يعرف لحد ما ربنا يعني ازاح الغمه وانكشف عنه الحصار. لما يقعد حضره النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه، ويقعد 10 سنين في المدينه، ويرجع يفتح مكه والهجره، ويفتح قبل الهجره، احنا هنرجع المواقف دي تاني دلوقتي، ويرجع عشان خاطر يفتح مكه. والصحابه طبعا تعبت كتير واتغربت عن بلدها، هجرت، سابت اللي ساب اسرته وساب بلده وساب ماله وساب كل ما يملك، ورجع عشان يفتح مكه تاني. والصحابه خلاص شاهرين سيوفهم ويقولوا اليوم يوم الملحمه، اليوم اذل الله قريشا. فالنبي يقول لهم لا استنوا، اذهبوا اليوم يوم المرحمه. شوفي حضرتك تصحيح المعتقد، مش هو ده اللي احنا جينا عشانه يا رجاله. اليوم يوم المرحمه، اليوم اعز الله الاسلام. احنا عندنا غايه حاجه اسمى من كده بكتير، هو عزه الاسلام، هو ده رساله الاسلام. احنا مش هدفنا ان احنا نطير رؤوس،
احنا هدفنا ان الناس تدخل في دين الله افواجا، ان الناس تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ان الناس تعرف سماحه الاسلام، ان الناس تعرف رقي وادب النبي صلى الله عليه وسلم. فيسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ اخ كريم وابن اخ. انا سالت السؤال ده وقفت عشان نغلط الغلطه دي. النبي لما قالوا قبل ما يقولوا له الكلمه دي، في كلمه في كتب السيره بتقول خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. ربنا سبحانه وتعالى ما يعملش الموقف ده وما يجريش على لسانهم كلمه خيرا الا لازم الراجل اللي انتوا كذبتوه، والراجل اللي انتوا طلعتوه ساحر وكذاب ومجنون وثبتوا عرضه السيده عائشه واذيتوه كتير، وسال الجسور على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد واذوه كتير، لازم تطلع منكم كلمه، الكلمه دي انتوا تشهدوا له فعلا فيها دلوقتي خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. ويجي رد حضره النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم طلقاء. طلقاء يعني انتم احرار. فتخيلي بقى سماحه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه احنا بقى، معلش برضو على الجانب الاخر يا استاذ كريم، ليه احنا الدين بقى عندنا مظهر وليس اخلاق وليس فعل، والايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. انا بعمل ايه وبتصرف معاك ازاي، مش مهم انا لابسه ايه، لكن طبعا مش قصدي اقول مش مهم، لكن قصدي اقول ان المعيار الاساسي لنا الظاهر والله يتولى السرر. بالظبط صحيح. بالظبط. لكن خليني اقول لك، الناس اللي بتصلي بتصوم وبتحدثك بالقرآن ومحجبة ومنقبة ومش عارف ايه وملتحي، ثم بعد ذلك يكون هناك غلظة في القلب، يعني غلظة شديدة ولا يستطيع العفو. ربنا ما بيدهمش ابدا. على فكرة السماحة تعطى من الله، هي مش حاجة بشرية. يعني اذا الانسان عنده سماحة كده في اخلاقه، وان هو بينسى الاساءة وانه يتجاوز عن الاخطاء، ديت مش حاجة، دي عطية من الرحمن. صحيح. يعني حكاية اللي هي العفو، حضرتك بتقولي احنا يعني ناس بتبقى عندها دين وعندها قرآن وبتصلي، لكن تيجي في جانب المعاملات الناس دي ساقطة خالص. فربنا يخاطب في القرآن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط أصحابه ويجي له خبر وفاة سيدة مسلم، فقالوا يا رسول الله ماتت فلانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هي من أهل النار. فالصحابة يقولوا يا رسول الله إنها فلانة الصوامة القوامة. دي كانت بتصوم يا رسول الله وبتقيم الليل. دي كانت بتصوم وبتقيم الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنها كانت تؤذي جيرانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جار بوائقه. فاللي لا يؤمن جاره بوائقه دوت مغضوب عليه. شوف حاجه يمكن يعني سبحان الله حاجه ممكن انت ما تاخدش بالك منها وانت مثلا نازل وانت طالع، مفيش سلام عليكم، مفيش ابتسامه. الابتسامه تذيب جبال الجليد في قلوب كل المحيطين يعني، وتبسمك في وجه اخيك صدقه. فيعني تخيل بقى ان الحاجات البسيطه دي من الممكن ان تدخلنا الجنه بعيدا عن المغالاه في الدين. بلا شك الإمام عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كان بيقول لتلامذته أصحابه رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس ادعوا إلى الله وأنتم سمطاء. مش لازم. فسألوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال بحسن أخلاقكم. فربوا الناس الإسلام بس بالأخلاق. طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال أستاذ كريم ونعود إليكم. أستاذ محمود عبد الحميد، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله نحمد ربنا. الله يخليك. بمسي على الضيف الكريم الأستاذ كريم، وبمسي على حضرتك طبعا. أهلا بيك. الله يخليك. أنا عندي تعليق بسيط عن تدني الأخلاق اللي حاصل في مجتمعنا دلوقتي. في يعني أنا حاسس إن وسائل الإعلام ليها دور في الموضوع ده. ولو تاخدي بالك مستوى حتى الافلام اللي بتتعرض في التلفزيون او بتتعرض في السينما فيها كم من السوء والمستوى الاخلاقي المتدني، بالتالي ده سبب كبير في انتشار الظاهره دي في الشارع المصري. اتفق مع حضرتك طبعا. حتى يعني المفروض احنا نقول السينما الواحد بيروح باختياره بارادته بيدخل السينما، فما بقتش المكان المناسب اللي يستهدف فيه ولاده وعيلته. ولا المسلسلات احنا شفنا شفنا رمضان السابق الحقيقه حاجه يعني صعبه جدا والفاظ بذيئه بشكل بالظبط. فالتلفزيون ده بقى جزء من حياتنا موجود في كل بيت، فالمفروض يراعوا الموضوع ده. يعني الالفاظ اللي بتتقال في المسلسلات ساعات في بعض البرامج، ساعات في اعلانات، المفروض الكلام ده ما يدخلش البيوت. يعني يراعوا ان
في اطفال، في اسر في البيوت، المفروض انها ما تسمعش الكلام. انا بالتالي ده سبب كبير في انتشار سوء المستوى الاخلاقي واللغه اللي بيتعامل بيها الشباب دلوقتي. بس انت مش هنقدر حضرتك نلقي العبء على الدراما المصريه وما نلقيش العبء على الادوار اللي احنا يجب ان نقوم بها، الام أكيد. الاب، بالاضافه للجامع والكنيسه. اكيد يعني لهم دور، بس انا المؤسسات التعليميه فقدت دورها خالص. لكن كل ديت مؤسسات ما نقدرش نغفلها ونقوم رامين العبء على الدراما المصريه. مش بس الدراما، انا بتكلم الدور الغير تقليدي اللي ممكن يقوم بيه وسائل الاعلام، يعني الكنيسه والجامع، ما ده المجال التقليدي لتربيه النشء وسماع الخطب، بس انا بتكلم على طرق غير تقليديه تبقى موجوده على طول في البيوت، اللي هو وسائل الاعلام المختلفه. يعني المفروض مستوى الحوار يرتقي اكتر من كده، مستوى مش بس الدراما، انا بتكلم كله. يعني حتى دلوقتي بقت البرامج العاديه، البرامج التوك شو نسمع فيها كلام المفروض ما يتقالش. انا بتكلم عن الدور غير عادي، غير تقليدي اللي ممكن يقوم بيه وسائل الاعلام من توعيه، من نشر ثقافه بين الناس. بالتالي يعني الكنيسه والجامعه دورها موجود، بتمارس دور ديني اكيد موجود، الوعظ والارشاد بالشكل المباشر موجود، لكن انا بتكلم بوسائل غير عاديه بقى، غير تقليديه زي وسائل الاعلام المختلفه. اكيد يا استاذ محمود، ولكن ان شاء الله تزداد هذه الادوار مره ثانيه وتعود لما كنا وتربينا عليه في الماضي. شكرا لحضرتك. طبعا يا استاذ كريم، اللي انا عايزه اؤكد عليه ان بالفعل غابت هذه الادوار بشكل كبير جدا. الاب سافر وراح الخليج يجيب الفلوس، والام اساسا اذا ما كانتش بتشتغل فهي طول النهار في النادي، او طول النهار قاعده على الفيسبوك، او طول النهار بتحكي مع الجيران. لكن الالتصاق الشديد بين الام وابنائها اللي احنا تربينا عليه، يعني انا اتربيت في اسره بالشكل ده يعني، وربيت ابنائي بهذه الطريقه الحقيقه، الحمد لله رب العالمين يعني. ففي انفصال في المجتمع، دي حاجة. الحاجة التانية، المدرسة غابت القدوة. أنا أتذكر إلى الآن السور اللي أنا تربيت على إيديها، مش ممكن هذه صورة الراهبة الست اللي أكتر الحسم والحنية في آن واحد، مش قادرة أبدا أنساها. غاب الدور ده كمان. القدوة في البيت راحت، والقدوة في المدرسة راحت. زائد تنزل زاوية أو جامع يميل إلى ولا يميل إلى من الطرفين، مش من طرف واحد. تلاقي إنه أنا فين؟ أنا كطفل، أنا كنشء، أنا كشاب لسه متحير، مش عارف أخد معلومتي منين. طب ألاقيها فين؟ بسم الله. بصي حضرتك، زي ما الاستاذ قال كده، هو بس قال حته اللي هي مش عايزين طرق تقليديه. احنا بنتكلم على الدراما والكلام ده كله، هو يعني المساجد او الكنيسه دي مش طرق تقليديه خالص. احنا همشنا دورها. لكن هو الاصل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راح المدينه اول حاجه عملها بنى المسجد. بنى المسجد قبل ما يجمع اصحابه يعلموا فيه، بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين وبسرعه ان يعود رجل الدين الى مكانه، يعود رجل الدين إلى المساجد، رجل الدين الإسلام يعود للمسجد، رجل الدين المسيحي يعود للكنيسة، ويبدأوا يعلموا الناس بمنتهى الأمانة مش بمنتهى الانحيازية. لأن أنا لو أنا دلوقتي واجبي كراجل داعية، لو أنا في المسجد، لو أنا بميل لاتجاه معين وعندي مجموعة من الأطفال أو مجموعة من الأولاد، هربيهم على القيم أو هربيهم على الأفكار أو على المعتقدات اللي أنا معتقدها، ودي مش من الأمانة. من الأمانة بتقول إني لما أعلم الولد حاجة أقول له والله الرأي الفلاني ده بيقول كذا، والرأي الفلاني ده بيقول كذا، وأنت عليك إن أنت تختار الأنسب ليه. لأنه هيفقد مصداقيتك، هتفقد مصداقيتك سريعا لسبب واحد بسيط، إن الأمور بتتكشف. لو أنا بكذب طول الوقت قدام ولادي، هقدر أقول لهم أنتم ما بتكذبوش؟ لا طبعا. بالظبط. لو أنا بسرق، مش هقدر اقول لولادي ما تسرقوش. لو انا مثلا ما عنديش انضباط في الاخلاق، مش هقدر اقول للولد اعمل او ما تعملش. فقد الشيء لا يعطيه. بالظبط. هناك ايضا ذلك في الجامع والكنيسه والمدرسه كل هذه الاشياء نراها ان من الممكن جدا ان يكون هناك امام جامع ويتلفظ بألفاظ إذا اختلف معه أحد، لأنه كان يميل إلى تيار معين، فحد يقوم يقول له مثلا في خطبة جمعة أو في درس دين، يا مولانا بلاش تقول كده. أو بيحصل. بيحصل. وإمام المسجد للأسف بيفقد مصداقيته. إحنا بنقول إن رجال الدين مش مقدسين، لكن ليهم احترامهم. طبعا. فللأسف البعض من رجال الدين أسقطوا احترامهم
في قلوب الناس. لان هنرجع نقول برضو لا للتعميم، فالبعض بيرجع باتجاهات معينه فيرجع يقول اصل كذا اصل كذا اصل كذا اصل كذا. طبعا احنا لسه من شويه بنقول ان ربنا ذاته سبحانه وتعالى مش كل الناس اجتمعت عليه. فلازم هيطلع لك واحد مخالف. الواحد المخالف ده لو طلع وقال لك لا رايك غلط، ما انتوا اللي عملتوا وانتوا اللي سويتوا وانتوا هو ايا ما كان الامام ده بيتكلم عن مين او الشيخ ده بيتكلم عن مين، هو مؤيد لفلان او مؤيد لفلان، ولقى له حد في الفريق المعاكس او الاتجاه المعاكس ورد عليه، بقت شوشره في المسجد. لا واذا يعني قال لك لا يبقى لازم تديله رصاصه على طول، يبقى لازم تديله رصاصه. ويحصل نزاع ما بين ليه ما نختلفش؟ مش وارد ان احنا نختلف؟ وارد. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وطالما بقى اتكلمنا على التربيه واتكلمنا على الاباء واتكلمنا على الامهات، كان في موقف يعني حاصل من قريب، ان الاب مع ابنه في البيت وباب البيت بيخبط. فالاب قال لابنه حبيبي افتح الباب. فالولد فتح الباب اعزكم الله، لقى عامل النظافه على الباب. فقال له بابا ده بتاع الزباله. يعني فالاب بص حضرتك بيربي ابنه ازاي، جه قدام الراجل عامل النظافه قال له انا اسف، قال له يا ابني احنا بتوع الزباله، احنا اصحاب الزباله، ده اسمه عامل النظافه. يعني بص حضرتك بدا يغير المعتقد، لان الولد بدا يفهم ان هو الولد شايف كده في الشارع، فيبدا الاب بدور التربيه او التوجيه السليم او الارشاد السليم لعقول الاطفال، لان على قد ما هربي ابني وهو صغير على قد ما هينشأ على ده. انا دايما بقول ان اللي بيعلم ولاده اكره فلان او اكره، يعني ما تكلمش طنط فلان او ما تكلمش مش عارف ايه، واكره ده واكره ده، تأكد ان الكره سوف يصيبه في يوم ما، لسبب واحد ان الكره مش بيفرق، لانك صنعته انت زرعته فيه الكره بالظبط، خلاص. لكن اذا علمته يحب كل الدنيا صعب جدا انه يعرف يكره، يعرف يزعل لكن ما يعرفش يكره. وده الفرق الجوهري الكبير في اللي احنا بنعمله. احنا عندنا حاجة خطيرة جدا، اذا انا مثلا ضربتك قلم لازم تديني رصاصة. طب ما انا غلط، ليه انت تبقى اصعب يعني اشد غلطا؟ ليه ما تقومنيش بشكل اكثر احتراما؟ يعني انا بشوف ناس كتير جدا في الشارع الحقيقه، يعني ظواهر كثيره طرأت على المجتمع، بشوف ناس كتير محترمه يكون في مشاده كلاميه فالراجل يقول طب يا ابني الله يسامحك، راجل كبير مثلا يزيد. تخيل بعد ما يقول الله يسامحك. يعني بصي حضرتك احنا اللي بنشوفه دلوقتي في ناحيه المساجد، ان بعض المساجد بيحصل فيها فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي احنا في الفتن يعني بقدر المستطاع نعتزل الفتنه. زي ما بيحصل زي في المساجد دلوقتي، والمسجد ده شيء مقدس. لكن لما يدخل من 1400 سنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعرابي حديث عهد بالاسلام ويدخل يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني الفعل ده نجس والمسجد مقدس طاهر. فالنبي يشوف الموقف ده مع اصحابه، فاصحاب النبي يشوفوا الموقف ده يقوموا على الراجل علشان خاطر ينقضوا عليه، عشان خاطر يضربوه يرموه يطلعوه بره المسجد. زي دلوقتي احنا بنشوف ان انت لو انت مش موافق على الكلام اللي انا بقوله، فانا قاعد وسط الناس اللي معايا في المسجد، الناس اللي هم مريدين ليا او الناس اللي هم بيتابعني او الى اخره، اقرب كلمه هيعلوا صوتهم عليك ويقولوا لك اطلع بره الجامع. وده للاسف كارثه، لان المساجد لله فلا تدعوا مع الله الها اخر. فلما النبي يشوف كده الموقف ده، الصحابه لسه هتقوم تنقض على الراجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ دعوه يا رسول الله. يعني ايه دعوه؟ يعني حضرتك عايزه يعمل ايه؟ يعني يكمل اللي هو بيكمل، سيبوه يكمل اللي هو بيعمله. ده المسجد نظيف والمسجد مقدس، ده بيت من بيوت الله، ما ينفعش يحصل فيه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يقول لهم خلوه يكمل زي ما هو، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني شوفي حضرتك الراجل، شوفي الموقف، شوفي اللقطه، شوفي الراجل ده بيعمل ايه دلوقتي، والنبي برضه مشغول اللي هو يعلم الصحابه، اللي هو يستخدم يقول لهم خلي بالكم على رسلكم، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. خلينا ناخد اتصال الاستاذ الدكتور حسن السعدي، رئيس قسم أستاذ التاريخ في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأيضا الكاتب وأيضا المحلل والمؤرخ في كل الشؤون العامة، واللي بتطلعنا دايما مقالاته في العديد من الجرائد القومية. مساء الخير يا دكتور.
اهلا، مساء الخير مدام امل وضيفك الكريم الاستاذ كريم. اهلا بيك دكتور حسن. ما نشهده على الساحه المصريه في الاونه الاخيره، ودائما ما بنؤكد على ان بعد الثورات تاتي الانومي الاجتماعي او انهيار بعض الاخلاقيات الكثيره، ولكن طالت مع المصريين وكثرت وتضخمت في اشياء كثيره جدا. مش الجنس من صنف العمل، لا ده بقى اصعب واكتر. يعني اذا انا حضرتك قلت لك انك مخطئ فهناك ايضا اجابه اكثر سخونه. ما حدث عبر التاريخ المصري خلال الثلاث سنوات كان شيء، وما مضى من حياتنا شيء اخر. هو حضرتك لازم نفرق بين منظومه الاخلاق بشكل عام وبين السلوكيات الفرديه التي تنطوي على العادات والتقاليد وما الى ذلك. قبل ما اتكلم عن انعكاس الثورات على الجانبين، منظومه الاخلاق بتستند على 3 قيم رئيسيه اللي هي الحق والخير والجمال، اللي هو فيهم يشعر الانسان انه انسان او يشعر بانسانيته. الفرق بينها وبين السلوكيات هي في قضيه النسبيه، بمعنى ان ما قد يكون عندي عيب او خارج منظومه العادات والتقاليد بتاعتي يكون مقبولا في مجتمع اخر. ده بس تقديم عام. انا بحب اركز على السلوكيات في المرحله دي عشان يعني ادخل من الخاص للعام مش العكس. لا اتفضل يا دكتور. زمان في حاجه لطيفه كده، في مثل عندنا بيتقال ان الذوق ما خرجش من مصر. معروف ان القاهره كان زمان ليها ابواب سور القاهره، اللي هو باب زويله وبابي النصر وما الى ذلك. طبعا. وفي راجل كان اسمه الذوق، ويبدو ان من كثر طبه او شيء من هذا القبيل زي ما القصه بتقول انه قرر ان يترك البلد خلف ظهرانيه زي ما بتقال ويسيبها لهم قدره. هو سابها تقريبا. نعم. هو شكله الذوق مشي من مصر خالص. زهق. لكن الشيء الغريب انه قبل ما يوصل لابواب مدينه القاهره توفاه الله. لا اله. فالناس قالت ذوق سابش مصر. وصارت مثلا واخد بال حضرتك، وزي ما بيتقال على اللي بنى مصر كان في العصر حلواني، بيقصدوا بالحلواني هنا اللي هي قدرته على التذوق كل شيء حلو. احنا لو خدنا الحاجات البسيطه اللي خرجت من وجدان الشعب المصري بتلقائيته وجينا نقسنا على ما يحدث الان، تجد انك امام مصر ثانيه خالص. انا مسميها خالص دولة مصر الشقيقة. كويس. والحقيقة هتلاقي نفسك امام شعب تاني خالص. ليه بقى؟ لان الثورات بطبيعتها هي حالة استثنائية في حياة الشعوب. العيب اللي تستغربي له هنا ان الثورات بطبيعتها تنطوي على حالة من حالات النقاء الثوري او الفطرة. لان الاحساس بالظلم والاحساس بحاجات كثيره طبعا هذا ما شعرنا به في ال11 يوم الاولانيين بعد تنحي لغايه تنحي مبارك. لكن لما الناس رجعت لحالتها او خاطبت البناء التحتي فيها بدل من البناء الفوقي قائم على الحق والخير والجمال، بدانا نشوف ما نراه. الامر الاخر ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني تفعيل القانون دائما ليطال كل مخرب او كل فاسد او كل شخص ينشر فتنه بين الناس مساله مهمه. مفيش حاجه اسمها مصالحه بين اطراف. طب دكتور حسن، في فتره من الفترات الزعيم الراحل انور السادات قال انه عايز يعمل قانون العيب. هل ممكن دلوقتي ان احنا نحاول نرسي قواعد لقانون اسمه الاخلاق؟ لا، هو شوفي حضرتك، احنا لدينا من القوانين الشيء الكثير.
لكن اللي يعنينا في هذه المرحله هو ان نحدد الهدف. هذا الهدف لابد ان يكون محكوما بمجموعه من المعايير، على راسها فيما يتعلق بالجانب الاخلاقي تفعيل القانون لكل من يمس قيم الحق والخير والجمال. وهذه قيم مطلقه ملهاش دعوه بقى بالنطاق الضيق العقيدي اللي هو انا مسيحي يبقى مش قابل المسلم او مش قابل اليهودي، او يعني في حاله من حالات الارتقاء، مش عشان العكس اذا كنت اخوان فانت مش قابل بس عشان النقطه دي بس ما تلتفتش على الناس، مش لان الدين ارقى من ان هي ارقى من الدين. لا، انا دايما بقول ايه، ان اديان وخاتمها الاسلام قد سعت لخلق الانسان الصالح. اما الدساتير فهي تسعى لخلق المواطن الصالح. عندما نحقق الموائمه بين الانسان الصالح والمواطن الصالح سوف تحصلي على مصر الحقيقيه ان شاء الله. دكتور حسن السعدي، سعيده جدا بهذه المعلومات القيمه اللي استزدنا بيها. الله يخليك، ونتمنى ان شاء الله تكون ضيف عزيز علينا قريبا. شكرا ده شيء سعدني وشرفني، وتحياتي. وانا كمان يا دكتور حسن، صدقني. شكرا. يمكن استاذ كريم خلينا نعلق على ما قاله الدكتور حسن. بيقول ان احنا مش محتاجين قانون للاخلاق. تفتكر احنا محتاجين ولا مش محتاجين؟ والله احنا محتاجين القانون ده، لكن جوه نفسنا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جواك ضمير. احنا محتاجين ضمير. يمكن الثمره ما شاء الله الدكتور حسن، يعني انا سعيد جدا بالمداخله، لكن الثمره اللي انا خدتها من الخلاصه اللي انا خدتها من كلام الدكتور حسن، القيم، الحق، الخير، الجمال. الحق، الخير، الجمال. فحضرته بتفضل في الكلام. انا حضرني موقف تذكرته مع سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فجأة دخل عليه 3 شباب. أنا أتكلم عن اللي قاله الدكتور حسن، الحق والخير والجمال. دخل عليه 3 شباب وهم ماسكين برجل، وقالوا له يا أمير المؤمنين، اقتص لنا من هذا الرجل فإنه قتل أبانا. الراجل ده قتل أبونا. فسألوا سيدنا عمر، قال له كل ما في الموضوع اللي أنا كان عندي شجر، فكان عندي جمال، وجمل من جمالي أكل شجرة أرض ابو يعني الناس دي، فقتلوا. الراجل ابوهم مسك حجر وقتل الجمل بتاعي، فانا مسكت الحجر ورميته على ابوهم فمات. هو ابوهم قتل الجمل، والراجل مسك الحجر قتل ابوهم بنفس الحجر اللي قتل بيه الجمل. فقال له سيدنا عمر، قال له طب خلاص انا كده هقيم عليك الحد. فقال له الراجل ده، قال له طيب يا امير المؤمنين، ممكن تمهلني 3 ايام بس، سيبني 3 ايام. تخيل حضرتك لو انا ورا القفص وحضرتك القاضي وحكمتي عليا بالاعدام، تخيل انا بقول لك اديني بس 3 ايام وهرجع عشان اتعدم، هتسيبيني؟ مش ممكن، ولا 3 ثواني. اولا ببقى جوه القفص معايا اساور، يعني اقبضوا عليه. فسيدنا عمر قال له ومن يضمنك؟ يعني انا هسيبك بس مين يضمنك؟ فالراجل الصالح ده قعد بص كده، او الراجل اللي هو القاتل دوت قعد بص كده من اصحاب سيدنا عمر، لا سيدنا ابو ذر الغفاري، فقال هذا الرجل وما يعرفوش. فسيدنا عمر قال له تضمن؟ قالوا اضمنه يا امير المؤمنين. قال يا ابا ذر انك لا تعرفه، يعني ما يعني قال له اضمنه يا امير المؤمنين. قال اذهب معاك 3 ايام. يروح الراجل يغيب 3 ايام، يعدي اليوم الاول واليوم الثاني ومغرب اليوم الثالث، والراجل جاي من على مسافه جاري. طبعا ابناء القتيل موجودين، سيدنا عمر بن الخطاب موجود، اصحاب سيدنا عمر موجودين، سيدنا ابو ذر موجود. الراجل ده لو ما جاش دلوقتي اللي هيقام عليه الحد هو سيدنا ابو ذر. يجي من على مسافه جري يهرول انفاسه خلاص، يقول يا امير المؤمنين لقد عدت يا امير المؤمنين لقد عدت يا امير المؤمنين. فسيدنا عمر يستغرب، قال له يعني انت ايه اللي رجعك وانت عارف ان انت خلاص ده انت هيقام عليك الحد الان؟ قال حتى لا يقال ذهب الوفاء بالعهد من عند المسلمين. قال له انا رجعت عشان خاطر ما يقالش كلمه العهد، لان انا قلت كلمه فانا قدها. فسيدنا عمر سال سيدنا ابو ذر، قال له طيب وانت ازاي تضمنه وانت ما تعرفوش؟
قال له حتى لا يقال عند الناس ذهب الخير من عند الناس يا امير المؤمنين. فابناء القتيل سمعوا الموقف كده، قالوا له قد عفونا عن حق ابينا يا امير المؤمنين. فقال لهم ليه؟ قال له حتى لا يقال ذهب خلق العفو عند المقدره من عند المسلمين. لا ده ذهب وذهب وذهب. بقى حضرتك احنا معانا الحق والخير والجمال في الحق اللي يقيم عليه حد الله، صح. الخير اللي عمله سيدنا ابو ذر الغفاري اللي هو كان لسه الدكتور حسن كان بيقوله دلوقتي، الجمال اللي عملوه ابناء القتيل قالوا احنا عفونا يا امير المؤمنين. لا اله الا الله سيدنا محمد. احنا ده يتطبق. مش هيتطبق، مش هيتطبق اذا لم نلتزم بتعليمه. يبقى ان شاء الله هيتطبق، يبقى ان شاء الله هيتطبق. يبقى انا ارجع المسجد تاني واتعلم دين تاني واتعلم اخلاق تاني، يا ريت. واخويا المسيحي يرجع الكنيسه تاني ويتعلم اخلاق تاني، ونمسك ايدينا في ايدين بعض تاني. وفي حاجه ده حتى في القران ان من جمال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اتعامل ازاي مع غير المسلم. صح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اما نعمل ايه معاهم يا رب لما انت يا رب ما بتنهاناش عن الناس، عن المسيحي او عن اليهودي اللي عايشين معايا في نفس البلد؟ قال لك ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ربنا يحب العدل، فانت مطلوب انك تبره ومطلوب انك تقسطه. حتى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت. يعني هناخد هذا الاتصال. الو، مساء الخير. استاذ محمد فاضل مدرس. عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ امل منوره الدنيا. ربنا يكرمك يا رب. بحيي حضرتك وبحيي الاستاذ كريم. بشكرك جدا. استاذ امل، انا بصفتي مدرس انا شايف ان الانفلات الاخلاقي يعني سببه هو مثلث اضلاعه. طبعا اول حاجه نظام ال 30 سنه اللي فاتت، ورقم 2 الضلع الثاني الدراما، الضلع الثالث حضرتك المنزل. والمدرسه لا طبعا المدرسه اكيد يعني ولا عشان حضرتك مدرس يا استاذ محمد؟ تمام، المنزل والمدرسه. هقول لحضرتك على حاجه، معلش انا هحكي لحضرتك واقعه. انا في بنت في سنه اولى ابتدائي بتيجي كل يوم تقول لي يا مستر انا عايز اغني لحضرتك اغنيه. فانا بقول لها حبيبتي احنا هنا مش جايين نغني، احنا جايين نتعلم. فلقيتها كل يوم مصره ان هي تغني اغنيه، فقلت اما اسمعها. ايه يا حبيبتي عايزه تغني؟ فغنت اغنيه هابطه من الاغاني اللي في الافلام الهابطه اللي واجعين دماغنا فيها اليومين دول. فقلت لها حبيبتي بعد كده مش عايزه اسمعك بتغني الاغنيه دي تاني. فطبعا زعلت. ثاني يوم جابت والدتها، فوالدتها بتقول لي انت ليه بتزعق لها؟ قلت لها انت بنت حضرتك يعني بتغني اغنيه، ما يصحش ان هي في سنها بنت في سنها تغني الاغنيه دي. قالت لي طب ايه هي الاغنيه؟ انا كنت محرج اقول نص الاغنيه. لقيت والدتها مصره، قلت لها بتقول كذا كذا كذا. قالت لي وايه يعني؟ ما كل زمايلها بيغنوها. قلت لها خلاص حضرتك ما فيش مشاكل انا اسف. فحضرتك صدقيني يعني برضو البيت المنزل. لا انا بتفق معاك. انا لسه بقول للاستاذ كريم ما تعلمته في اسرتي، اللي انا بعتز ان والدي كان من اسره ريفيه الحقيقه. ما تعلمته انا غايه اما الوالد توفى، وانا كنت اراه يقبل يد ابيه، فكنت اشتاق ان افعل ذلك معه رحمه الله يعني. ويفعلها الان ابنائي معي. فيعني الديان لا يموت، تأكد من ذلك. واللي احنا تربيناه وبنربيه سوف يظل مستمر، ولكن انشغال الأب والأم في المعايش اليومية وأكل العيش هو ما شغلهم عن دورهم الحقيقي. اكيد، بس حضرتك الكنترول مش محتاج يعني، ده ما فيش يعني، لازم الكنترول يكون موجود في البيت يعني. القدوة اللي احنا كنا بنتكلم عليها يا استاذ محمد. اكيد طبعا. اشكرك جدا على اللي حضرتك اضفته لنا. وطبعا اتفق معك ان البيت هو المدرسه الاولى. يعني البيت ده شيء مهم جدا. وعلى فكره حتى ده الدور ده غيب. تخيل الجد والجده. يعني انا في حاجات تعلمتها كثيرا من جدتي الامي، لان عشت معاها سنوات طويله، رغم ان امي مش امرأة عاملة، ولكن تعلمت منها بعض الخصال والصفات والاشياء. كل هذه الاشياء غابت. يعني دور الجدة غاب، وابنائي تعلموا من جدتهم اللي هي امي. لكن انا ما بشوفش ده موجود دلوقتي. يعني ما بشوفش الحاجات دي موجودة. هل دي بقت بطلت ولا بقت موضة ديموديه ولا الموضوع ايه؟ يعني انا مش فاهمة. هو الموضوع تربية. بس قبل ما نتكلم على حتة الأسرة والتربية والبيت، كنت لو يسمح اخويا الاستاذ محمد فاضل، هو موقف معالجتي للبنت.
يعني لو جيت لي البنت وقالت لي يا مستر انا عايز اسمع حضرتك اغنيه، فالمستر قال لها طيب سمعيني، فاكتشف او اتفاجئ ان الاغنيه غلط. طريقه معالجتي، اولا البنت حضرتك مربي في المدرسه، فانت مساهم مع الاسره ومع المجتمع طبعا في تكوين وجدان تكوين فكر البنت. البنت الموقف ده ممكن تفضل فاكراه لحد ما تكبر. صح. لكن تخيل ماذا لو ان اللي انا شجعت البنت وقلت لها والله ما شاء الله صوتك رائع، صوتك تحفه، صوتك جميل، طيب بصي انت فكرتي ان انت تغني لحد تاني؟ فكرتي مثلا انك تغني؟ ويعني يبدا يجيب الناس، حتى الناس اللي هم بتوع القدام، الناس بتوع التراث، فالبنت يقول لها على فكره انت صوتك ممكن تستخدميه استخدام افضل من كده. فانا منتظر منك انك تجي لي قريب وتقولي لي مستر انا حفظت الاغنيه الفلانيه وعايز اسمعها لحضرتك. حتى لو بنقول ان الاغاني مثلا ان هي غلط او ما شابه، لكن في اغاني بتحث الانسان على ان هو يكون افضل في حياته او افضل في مجتمعه. يعني في الاغاني دي بتناقش قيم وبتناقش مبادئ تترسخ في وجدان الطفل وهو صغير. دي حاجه. الحاجه الثانيه حته التربيه والاطفال والام، لا انا كمان امي كده زي حضرتك بالظبط. انا امي عندي مدرسه، انا ما اتعلمتش منها بعض الحاجات، انا امي اتعلمت منها كل حاجه. هي والدي طبعا، يعني ربنا يشفيه ربنا يخليه يا رب. اللهم امين. حضره النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ثمار كانت بسم الله الله يعز حضرتك ثمار. الحمد لله يا رب نشوف ولادنا كلها في اخلاقيات. امين 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 يا رب. وحافظين للقران مثلك. الله يحفظ حضرتك. فكنت بقول لحضرتك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه بقى؟ يعني ربي او حب ابنك 7، حبه 7 سنين، وربه 7 واخيه 7، ثم اترك له الحبل على الغارب. خلاص انت حطيت الاساس. حضرتك 7 في 3 بكام؟ 21 سن الرشد. فحبه اديله حب 7 سنين. عشان كده يقول لك علموا اولادكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على 7 واضربوهم على 10. الصلاه. والضرب يبقى ضرب غير مبرح. يعني الضرب اللي هو ما بقاش ان انا ضرب بعنف الولد. تخيلي حضرتك ان مره اب وهو بينظف العربيه بتاعته، الطفل بتاعه طفل يعني سنوات قليله جدا، 6 7 سنوات او 6 سنوات 5 سنوات تقريبا حاجه كده. فهو بينظف العربيه فلقى الولد في الشارع ماسك حاجه كده عامله زي ازازه وعمال يشخبط. فالاب لقى العربيه اتجرحت، مسك ايد الولد كسرها له، راح طبعا الايد كان لازم، تخيلي من جرم الاب مع ابنه، قال له لازم يحصل بتر للاصابع. لا اله الا الله. فالولد يرجع فيقول له بابا يعني ايدي دي مش هعرف افتحها واقفلها تاني، ما هو الولد مش شايف صوابعه. بابا هو انا مش هعرف امسك اي حاجه واكتب تاني. فالاب حاسس بالندم. يقال ان الاب لما رجع لمكان ما كان بيشخبط ابنه كان كاتب ابنه ايه؟ بحبك يا أخي. فتخيلي حضرتك حتى اللي انت ارجوك يا كريم. طب خلاص خلينا ناخد، اصل انا يعني انا اعاني جدا من غلاظه القلب، ما بقدرش، انا مش كده يعني. انا النبي مش عارفه. واحد من اصحابه قال له رسول الله انا عندي 10 من الاولاد ما قبلت واحد منهم. قال له ماذا افعل لك اذا كان الله قد نزع الرحمه؟ ده انا طول النهار بقبل، انا لا اتذكر الا مرات عديده يعني ان انا نهرت او زعقت او صرخت في ولادي. لكن احنا زي ما انت بتقول اخيهم، انا اعتقد ان انا اخيتهم من سنوات طويله. احنا كلنا لا امارس الدور السلطوي في البيت، كلنا شبه بعض يعني، كل دور بالظبط كده يعني، كل اللي في البيت زي بعض. فغلاظه العنف ده ومع الابناء يعني. خليني اقول لحضرتك كمان لما تبقى الاسره كده مثلا زي الموقف اللي حضرتك بتقوليه اللي احنا كلنا بنحتوي بعض وكلنا فعلا اسره واحده. البنت لما تيجي تغلط هي امها صاحبتها، طبعا هتقول لها كل حاجه. تخيلي حضرتك ان في بنات، يعني في بنات، احنا بنتكلم على اخلاق. من ضمن الاخلاق اللي احنا بنشوفها مثلا شاطئ الكورنيش الله. شفتي حضرتك الرياكشن بتاعك عمل ازاي والناس المشاهدين؟ عشان للاسف يعني انا بشاهد هذا المشهد يوميا لان انا ساكنه على الكورنيش، فهذا المشهد يعني سيء جدا. وطول الوقت نلاقي ايه بعض الشباب كاتبينها اترضاه لاختك، اترضاه مش مفيش فايده يعني. هو مش هيشوف اصلا الكلام ده. بس هو المشكله ان الولد او البنت ايا ما كان، يعني احنا هنضرب مثال على البنت والساده المشاهدين يطبقوا نفس المثال على الولد. البنت اللي بتقعد مع ولد، اولا السلوك ده سلوك محرم، لكن احنا بنتكلم من الشكل السلوكي التنموي
لما نيجي نحلل ده سببه ايه؟ البنت افتقدت الحنان في البيت، الحب في البيت. صح. فاول ولد بدا يبص لها فالبنت بصت له، ما هي نظره فابتسامه فلقاء فموعد فكارثه. فاول ولد قال لها كلمه انا معجب بيكي، انا معجب، انا موضع اهتمام، هو انا في حد بيفكر فيا؟ هو انا في حد بيحبني؟ ما هي اصلا المعاني الجميله دي اصلا المفترض ممكن تاخدها في البيت، المفترض فبالتالي بتطلع تدور عليها بره. فلما الولد يقول لها كده البنت بتصدق، لكن في الحقيقه ان ده ما بيبقاش مشاعر حب، طب ده بيبقى احتياج، ده بيبقى هي محتاجه لشعور الحب او لمشاعر الحب او لمشاعر الاحتواء، فبتلاقيها في الولد اللي كذلك الولد نفسه. بس عندما تكبر قليلا سوف تعرف الخطأ كبيرا. طبعا. خلينا ناخد اخر اتصال تليفوني معانا الاستاذ ايمن علي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كنت في حاجه عايز اتكلم عليها بالنسبه للمكون الثقافي، اكيد ليه دور في الاخلاق. طبعا دي حاجه مسلمه. عندنا من اهم مكونات الثقافه في مصر هي الدين. اللي بالنسبه للاديان، بالنسبه للدين فبالنسبه لمصر في المسلمين وفي المسيحيين. كلا العقيدتين تحض على الاخلاق. بالنسبه انا مسلم، بالنسبه للاسلام في الايمان الغيبي، قانونيه الايمان الغيبي بتحض على الاخلاق ذات نفسها، ويؤمنون بالغيب. في يعني ملاحظ دلوقتي حصلت حاجه مستجده، يعني ايه هي؟ ان في ناس بتشوف ان الايمان الاخلاقي الشديد اللي فيه نوع من الضميريه القصوى بيفكروا انه ايمان طفولي. ده في الغرب دلوقتي للاسف، يعني في الدول الشيوعيه والدول الغربيه الناس اللي هي بتؤمن ايمان قانوني جدا وعندها نوع من الاخلاق الايمانيه اللي هي بتعمل لها نوع من الارتباط القانوني باخلاقها، بيسموه الايمان الطفولي. فاحنا مش عاوزين نوصل للنقطه دي. في الوضع يعني في اوضاع التغيرات وكده بيحصل في ناس لها مطالب ماديه. المطالب الماديه قد توظف، ممكن في فئه توظف المطلب المادي وتبين معيار الاخلاق هو كده، او يعني في اتجاه مصالح معينه. طبعا ده بينقض الاطار العام للاخلاق اللي هي قايمه على الحق والخير والجمال زي ما قال عليها الدكتور حسن السعدي من شويه. احنا مش عاوزين نوصل للنقطه دي. للاسف اللي بيتكلم عن الكليات دي كلها ممكن يوظفها بكلام متناقض يخليها في اتجاه المصالح دي، فيهدم الاخلاق من اساسها. اكيد. الرابطه الايمانيه الاخلاقيه يعني قانونيه الرابطه الايمانيه الاخلاقيه دي هي اللي فعلا لو التزم بها الناس يقدروا يوصلوا لاطار عام او تعريف عام يقدروا يساعدوا. شكرا لاتصال حضرتك. وقت برنامجنا تقريبا الساعه خلصت بسرعه قوي معاك يا استاذ كريم، لان احنا استمتعنا بكلامك العذب، لانه كلام الله عز وجل، وايضا كلام قدوتنا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. اتفضل. اولا بس انا بفكر، انا اولا كنت سعيد ان انا اللي سعيد جدا، انا اللي سعيده جدا كل حد سهر وكان يعني سهران مخصوص عشان خاطر يسمع الحلقه النهارده، فجزاكم الله عنا خيرا. نمره واحد. نمره اثنين، انا بطلب من المشاهدين جميعا دعاء لامي بالشفاء يا رب. اللهم اشفي يا رب بظهر الغيب يا رب. نمرة 3 انا بذكر نفسي وبذكر الساده المشاهدين بصيام تسوعاء وعاشوراء بكره ان شاء الله وبعده ان شاء الله باذن الله. وده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احتسب من الله ان يكفر السنه الماضيه. كلمه اخيره عايز اقولها للناس كلهم، يا رب يا رب يا رب يا رب يعني متعنا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا نقيم الاخلاق في انفسنا ثم نقيمها في مجتمعنا ان شاء الله. وعايز اقول لكل الناس تصبحوا على الاسلام وتعيشوا بالحب والخير والسلام والامان، وشوف سيدنا النبي في المنام ان شاء الله. يا رب. الله يا اجمل دعوه دي، يا رب نشوف سيدنا النبي يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي دعوه رائعه. لكن خليني قبل ما نختم نهائيا بقى، انك انت اذا كان لدينا هم وحزن ونكد وضيق فعلينا بايه؟ بالتسبيح ولا بالاستغفار ولا بذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في الهم اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن،
واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وسيدنا الامام مالك رضي الله عنه وارضاه بيقول ان بين الانسان وبين ربه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سجدة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، سجدة صادقة من قلب إنسان صادق. يا رب. إن بين الإنسان وعرش الرحمن، يعني ما بين الإنسان وعرش الرحمن اللي بتصل فيه الدعوات، سجدة صادقة من قلب إنسان صادق. فلو كل إنسان سجد والله العظيم أقسم بالله، لو عندك هموم الدنيا كلها وقلت له يا رب تعبت انا ماليش حل، اللي انا جيت لك، اللي انا اجي لك يا رب العالمين، ربنا هينجيك ويقويك ويشيل عنك الهم والغم من حيث لا تدري. اللهم امين. الا بذكر الله تطمئن القلوب. بالفعل تطمئن القلوب، لان احنا اذا احتسبنا وتركنا امرنا واجرنا عند الرحمن، تاكدوا مشاهدينا الاعزاء اننا نتقبل حتى المصيبه. هو ما فيش مصيبه في الحياه ذكرت او في القران الا مصيبه الموت، فحتى مصيبه الموت انا لله وانا اليه راجعون. فتاكدوا مشاهدينا دائما انه بعد المحن تاتي المنح، وتأكدوا أن القادم أفضل. فإلى لقاء وإلى أمل قريب إن شاء الله. نلقاكم بالحب والسلام، ونلقاكم أيضا بالرحمة والتسامح وليس بغلظة القلوب. نورتني.